تحياتي لكل اخواتي واخواتي الاهلاويه في كل مكان، يا رب تكونوا بصحه وبسعاده وفي امان. خرج علينا مرتضى منصور بالامس في مداخله بعد الكلمات او الاشاعات اللي انتشرت ان هو اتمنع من الظهور في قناه الزمالك، وان هو كان واعد جماهيره ان هو يطلع في قناه نادي الزمالك في يوم الاحد اللي هو الامس. ولكن مرتضى منصور ما ظهرش واكتفى ان هو يعمل مكالمه مع خالد الغندور، وعمل كمان يعني زي ما تقول فيديو مسجل في الفقرة بتاعة القناة اللي هي بتجيب الفيديوهات اللي قبل ما بتجيب المكالمات وقبل ما تستضيف هزازي الرؤوس. مرتضى منصور طلع امبارح وكالمعتاد ما سابش حد في حاله، شتم مصر كلها برضه، سواء على التليفون اسلوبه ما بيتغيرش، سواء في فيديو مسجل اسلوبه ما بيتغيرش، سواء في اجتماع مع الصحفيين او هزاز الرؤوس اسلوبه ما بيتغيرش. وهم الكلمتين اللي بيقولهم دلوقتي بيقولهم بعد بكره، بيقولهم بعد 20 سنه، ما بيتغيروش، بيقولهم ولكن بصيغ احيانا بتبقى مختلفه، واحيانا الصيغه مختلفه. انا هقول لكم رؤوس الموضوعات اللي هو قالها، وهنسمع هو قال ايه، وهتقولي تاني علشان نعلق على الكلام اللي هو قاله، وهنرد عليه واحده واحده وبهدوء وبدون يعني تعصب او بدون يعني زي ما هو بيعمل بيخوض في ده ويخوض. لا، احنا هنقول له 1 2 3 بالادب وبالذوق بالاحترام كعادتنا في قناتنا وقناتكم قناه الاهلاويه على اليوتيوب. اتكلم على شوبير، واتكلم على حسين الشحات، واتكلم ان شيكابالا ما عملش حاجه، وان حسين الشحات فيه وفيه وفيه وفيه، واتكلم على كابتن الخطيب ان هو فساد وبيعمل فساد هو وممدوح عباس، واتكلم على العمال، واتكلم على الحجز بتاع النادي، واتكلم على التوجهات للرئيس المفروض يعملها ان هو يحل مجلس الشعب والشورى ويعمل انتخابات من جديد، وكمان اسمه ايه، مستقبل وطن، الحزب بتاع مستقبل وطن يتحل هو كمان، ويبقى الانتخابات ما تتزورش زي ما اتزورت قبل كده، وبيوجه الرئيس السيسي يعمل ايه وما يعملش ايه. انا مش هطول عليكم، هنتكلم في النقط دي واحده واحده، وفي الكلام ده واحده واحده. وحلف طلاق 3 اللي محد منعه، ولكن هو خوفا على البلد وخوفا على المؤتمر اللي بايدن موجود فيه. وبالمناسبه بايدن يعرف مرتضى منصور، ولو مش عاجبك اشرب من الخرار. هو كده بايدن يعرف مرتضى. بايدن لما بينزل يعني ايام كلينتون قال لك كلينتون يعرف مرتضى منصور، مش كلينتون يجيب بوش يعرف مرتضى منصور. بايدن يعرف مرتضى منصور، اللي قبل بايدن يعرف مرتضى منصور، واللي بعد بايدن هيعرف برضه مرتضى منصور. تعالوا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى منصور قال ايه، وتعالوا لي تاني عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس ما تنساش اخويا وحبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا قناه الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف مرتضى قال ايه ونرجع نكمل كلامنا. يلا بينا. عشان اعرف ممنوع ولا لا بس. وانا برضه عملت مداخله عشان اقول لهم ان فعلا ممنوع. مساء الخير استاذ مصطفى. اهلا يا فندم. الخير يا استاذ عمر. مساء الخير يا فندم. طبعا زي ما عمر كان بيقول، على فكره انا استفدت من عمر لما فهمنا يعني ايه مؤتمر المناخ. الناس ما واخده بالها ان الدول الغنيه اللي معاها فلوس زي ما ممدوح عباس بتقعد تحرق في الغابات، فبتيجي على الدول الفقيره زي العمال اللي عندنا فيتخنقوا. اول حاجه طبعا ربنا يوفق بلدنا زي ما قلت، المستضيف المؤتمر مصر مش رئيسي، وده فخر بلدنا. انما حاله غل يا استاذ خالد، ازاي مصر تستضيف مؤتمر عالمي زي ده وكل رؤساء الدول دول في بلدك؟ وانا يمكن انا قلت يوم الخميس اتفرجت على برنامج اسمه ام الدنيا عاملاه بطولة كوثر بدر. شفنا طبعا. حاجة عايز الشعب المصري والشباب يتفرج عشان يعرف قيمة بلده وحضارة بلده، ايه البلد العظيمة دي، واول بلد فيها سيدة تحكم، واول بلد فيها رئيس تحكم، وحتى يا اخي يعني المكياج اللي الستات بتعمله اول بلد في العالم بيخترعوا مصر. حاجه يعني يا ريت كل الناس تخش عليه وتتفرج عليه. هو اعتقد تبع دايره روتش يعني تبع الشركه بتاعتها. تمام. فربنا يوفق بلدنا.
المؤتمر. وعايز اقول باختصار شديد للجزء بتاع العمال والموظفين، يمكن كان صوتي مش واضح شويه. اولا ده حقهم وهم بيتعبوا فبياخدوا مرتباتهم. صحيح. وحتى كنت بخاطب بعض اعضاء جمعيه عموميه بقول لهم لو العمال دول مشوا مش هتلاقي حمام سباحه نظيف، مش هتلاقي اوضه ميه نظيفه، هتلاقي الناس بتحاول افراح زباله. يعني الناس دي لهم دور. كان اللي يقول لك ايه طب ايه يعني قبضوا ولا ما قبضوش؟ ما هم ما قبضوش هيمشوا. صحيح. طب اعضاء الجمعيه العموميه طب ما تخش التواليت هتلاقي زباله. يعني كل واحد ليه دور موجود في النادي. فالحمد لله ان ربنا وفقنا النهارده ان شاء الله وقعدت ووفيت يعني. اما الولد احمد شوبير فانا كلمت سيف ده راجل محترم، سيف الوزير، طلبته وقلت له الولد ده مش عايز يبعد عن الزمالك، الولد ده مش شايف قدامه، الولد ده على مسؤوليتي وصمة عار في جرير الاعلام المصري. الولد ده عنده ذره محترمه جدا، حضرتك ما تسمعيش الكلمات اللي بيعملها مع الستات، ما بتقولوش ايه القرف اللي انت بتعمله دوت. فللاسف الشديد بيقول لك ان نادي الزمالك ليه حسابات في بنوك ثانيه وهو اللي بيصرف منها. والله جميل يا اخي، طيب ماشي، ممكن تجيب لي بقى الفلوس اللي في الحسابات تلمها لي وتجيبها لي؟ وزي ما انت بتقول يا استاذ خالد الحجز بيروح لمحافظ البنك المركزي. صحيح. عشان يعمموا على كل البنوك. صحيح. بيحجز على كل البنوك اللي بتمتلك حساب لنادي الزمالك. يا باشا بعض الحد بيعمل ايه؟ انا عايز اخرب. يروح على مين بقى؟ ما بيعملش حجز على بنك ولا فرع، بيروح على البنك المركزي. البنك المركزي بيعمم. صحيح. روح اي بنك. تمام؟ ادي واحد. اثنين، اتحداك يا شهور تاني، بتحداك قدام مصر كلها لو في جنيه لينا في بنك تاني غير بنك مصر. اتحداك اهو. مش انت راجل؟ بتحداك. ابعد عن نادي الزمالك. نمرة 3، اول ما يحصل حجز في حاجه اسمها اقرار بما في الذمه الماليه. صحيح. احنا اللي بنعمله المحجوز عليه. لازم تقول على كل حساباتك. بنك كذا في كذا، بنك كذا في كذا. تمام؟ وبعدين في حاجه اسمها كشف سريه حسابات. احنا بنقدم طلب بتقول احنا موافقين على كشف سريه حساباتنا. وانت ممكن تكون مخبي فلوس في حته ثانيه. صحيح. فانا اسمع صوتك يالا يا شوبير يالا. انت بني ادم مقرف. انت عدو الشعب المصري. اقسم بالله الاهلاويه قبل الزمالكاويه طايقينك. ايه اللي انت بتعمله ده؟ انما بص بقى، احنا دخلنا في قصه ايه؟ بريرا مرتضى هيمشيه. مرتضى طلع قال لك اعظم مدير فني جه. صحيح. قال لك امام عاشور متمرد. فلقوا امام عاشور في التمرين و100%. تمام؟ اصل شيكابالا هيتوقف. لو شيكابالا مفيش اي مشكله، ده هو اللي اتشتم بالواد اسمه الشحات، هو بقى الشحات واخوه شحات وهي يقدم الاثنين ولاد ادب. ده انت قاعد في تقعد انت تبقى قاعد في المتفرجين تبقى مؤدب ومحترم. هو انت بتقول جزمه شيكابالا؟ تعبيط يالا. انت ما تقولش جزمه شيكابالا. يعني تاريخ جزمه شيكابالا التاريخ بتاعها. تمام؟ بتاريخها كله. تاريخ الجزمه اللي بيديها الاجوان ويباصي وينيمك ويقومك. واخد بالك؟ ادي سريه حسابات. وبعدين نمره 4، بقالي شهر يطلع في البرامج وهاتي يا جماعه انا رئيس الوزراء ورئيس الجمهوريه. ده بقى صغير من محافظ البنك المركزي. ما تبطل هينسى يا عم مرتضى. ما انت عندك فلوس في بنوك ثانيه. مظبوط؟ صحيح. انما انت البورم، انا بقى انا شوبير البورم. يا شركه متحده ده وصمه عار في الاعلام. شفاتيره ده وصمه عار في الاعلام. واحنا معاك، احنا مش هنسيبك. ما دام بتطلع اشاعات كاذبه على النادي اللي احنا الحمد لله يشرفنا. احنا عمرنا ما طلعنا اشاعه كاذبه على النادي الاهلي يا جماعه. عمرنا. هات لي مره كده، مره واحده شتمت جماهير الاهلي، مره عايز طريق يعني تقول في مره. او تاريخ الاهلي او بطولات الاهلي، هات مره. انما الاحتكاك وقله الادب دي بقى. وانا قلت هيقل الادب واخد على نفوه.
نفوقه على طول. وبعد كده طيب هو ممنوع بقى الزود، فاكر بقى لما حاجز مش قال لك ده ملوش الا جنيه؟ ايوه، ساعه ما قيل ان بنك مصر طلع الحساب كله ما فيهوش غير 1000 جنيه باين ولا حاجه كده. طب اديني انا الباقي يا عم، خد ال 1000 واديني الباقي. وطلع الكلام ده برضه غير حقيقي يعني. حرب قذره وانا قدها. تاني والعيال ادبوا بالقديمه خلاص ما عادش فيه هدنه. تمام؟ وبعدين هم شايفين اخر حاجه ان انا اتمنعت من الظهور. ده قبل الاخير. ايوه صح. اهو اقسم بالله العظيم انا لسه واخد الدواء بتاعي وكنت عايز اعمل مداخله. انما انت ما قلتش كده وانت ماشي فعلا ما كانش يقول لك ايه جاي يتكلم منعوت. عيل اسمه محمد زكي وما عارفه مصطفى لانه بيشتغل في موقع اسمه كوره، كان مصطفى الدويلي بيشتغل فيه. هو من اول واحد نزل خبر عيل قليل الادب. هو اللي بيشيل الاخبار الكاذبه ودي فيها 7 سنين دي. بيقول لك قناه الزمالك هتم اغلاقها بعد شهر. ايه ده؟ ايه الحرب القذره دي؟ يعني ايه قناه زي هي قناه والدتك ولا والدتي؟ دي قناه ملك الملايين. صحيح. مش لا ملك ولا ملك، مين تاني؟ وده اللي دايما كنت بقول لاحمد موسى او عمرو اديب لما كانوا بيطلعوا ولميس، كنت بقول حتى لمحمد ابو عينين محمد في التليفون بيني وبينه المسؤول لا كنت محامي، القناه دي مش ملكك. هو بقى صاحب القناه مش ملكك. ما دام طلعت في الشاشه والتردد الناس شافوا واحد، لو فرد واحد بقت ملك اللي بيشوفوها. واخد بالك؟ فالقناه الزمالك وبعدين ايه؟ جري مسح البص بتاعه لما لقى نفسه كذاب وياخد بالجزمه على دماغه. فللاسف اشتديت حرب قذره وكل يوم اشاعه. واخد بالك؟ وكل يوم الادب وما كانش سوبر ده يا جماعه. يا جماعه ده احمد نعمه انا مرتضى منصور رئيس الزمالك باركت للنادي الاهلي. باركت للنادي الاهلي بعد السوبر على طول. بارك بقى للجماهير. صح. خلاص؟ ولا قلنا بقى ده رئيس النادي كان ممنوع من السفر اللي هو انا، والتاني عمال يتفسح. ورحتوا لعبتوا في الملعب اللي اختاروه لكم ويعقوب السعدي. طبعا ده مش اماراتي، ده راجل عماني بس لازق هناك في الامارات، ولينا حساب معاه لسه حساب بس ان شاء الله بنشوفه في مصر كده. واخد بالك؟ وهو عارف انا يعني بكل ادب واحترام قرب ينظبط ان شاء الله. تمام؟ فيا جماعه من فضلك ما دام انا بحترمك وبحترم نتيجتي، مش انا بس، انا وقناتي واعلامي وقلت تاني والتراب او كان في نفس القناه عندك، اي حد في النادي مواقع الزمالك او يسموها السوشيال ميديا او تمام غيرت في حد في النادي الاهلي او ده انا بعتذر. ده حصل؟ صحيح. قلت الكلام ده. دلوقتي انت بقى ايه؟ لا ده انت شادد قوي الارض. انت محتاج تنزل الارض عشان تعرف انك انت بشر وبلاش تتسلط في الايام. يا اخي الفاضل ده في واد اللي هو يقول لك بتنمر على البطاطاي الاول يقول لك ايه؟ ومنعوا مرتضى منصور من السفر. مين اللي قال له يا باشا؟ ادي واحد. طب انا عايز اسافر هطلع المطار انا والفريق بتاعي الى استاذ المطار هاخد فريق وارجع. الموضوع يعدي كده؟ مش هيعدي. ادي واحد. اثنين العيل الهربان في الكويت قال لك خلصت خلاص. شفتوا الفيديو؟ خلصت خلاص ده قبل الحكم ب 48 ساعه. خلاص اتحبس. خلاص جبتها. تمام؟ يا جماعه اللي بيحصل ده والله العظيم بيكيل الدوله واجهزه الدوله وهيئات محترمه في الدوله ومتحملين عشان مين؟ عشان البلد دي هي اللي مكفيها ورئيسها فيه اللي مكفيه. يا خالد الدعوات اللي هم عمالين يعملوها الاهل اللي بره يقول لك 11 ليه سؤال؟ طيب هو فاكر انت 25 يناير؟ طبعا وحد ينسى نتيجته ايه؟ وبال. ايه الخير اللي جه لمصر عشان بعد 25 يناير؟ حد بس يقول لي يا قيادات 25 يناير حد فيكم ذكر انت هيقول لي ايه الخير اللي جه لمصر بعدين؟ كان فوضى. عايز اقول لحضرتك حاجه، يعني شوف مصر بقيمتها وتاريخها قدرنا نرجع تاني بعد 10 سنين. ده في دول مش عارفه ترجع خلاص يعني. عايز اقول لك حاجه يا خالد.
ما رجعتش مره واحده. طبعا ما هو انا بقول لحضرتك العيان ده ودخل غرفه الانعاش. ايوه مصر دخلت غرفه الانعاش بعد 25. فوضى، اقتحام سجون، حرق اقسام، مش كده؟ القضاه ما يخشوش، الدستوريه العليا مش عارف ما حدش يخشها، مش كل ده حصل؟ مدينه الانتاج الاعلامي. هو انت دلوقتي لما تيجي تشفى واحد في غرفه الانعاش بيدي الابن على طول ولا بياخدها واحده واحده؟ واحده واحده طبعا. واحده واحده لغايه ما ربنا يديله بقى الصحه ويرجع له صحته. صحيح. طب لو حصلت انتكاسه بقى يبقى مات. صحيح. فلو انت عايز تعمل انتكاسه في 11 دي الانتكاسه. خصوصا ان احنا كمان في ظروف اقتصاديه صعبه جدا بيمر بيها العالم كله. يعني حرب اوكرانيا وروسيا، عندك الكورونا وتداعياتها، يعني كوارث حتى البيئيه. اللي بيكلمك ده مش تم حل مجلس ادارته؟ صحيح. دوروا الانتخابات ضده بالتزوير تاني، محدش يعرف يكتب الخطاب. نقول تاني نتحدى، واللي مش عاجبه طلع السنتين. تمام؟ هو اللي بيكلمك دوت مش ممنوع من السفر، هو اللي بيكلمك دوت مش واخد شهر حبس. ها؟ يعني انا ما عنديش حاجه تخليني احب النظام بصراحه. تمام؟ ان انا حابب بلدي. بقول تاني، بلدك طلع من غرفه انعاش من 2011-12 وبتمشي تاتا وبتتعافى. لو حصل انتكاسه تاني في 11 البديل المره دي بقى عن رئيس سيسي، البديل مين؟ فوضى. هتبقى الفوضى. ما انت ما عندكش قوه سياسيه تبقى بديله، البديل فوضى. تمام؟ وانا لو سامع على صدري يا محمد يا ناصر يا كلب يا ابن الكلب يعني هربان في انجلترا يا عميل المخابرات الانجليزيه. انت والمره بتاعت اللي اسمها نرمين دي على الوقت معتز كلكم مره هربانين. انا وسامع على صدري انكم بقالكم اسبوع بتشتموني، بس انا اشرف منكم. وان شاء الله بعد ما يخلص مؤتمر المناخ هربيك واحد بالمستندات. انت عمال تهاجمني وتشتمني تعمل حلقه ساعه ونص عندي، ده معناه ان تعبكم قوي. تمام؟ وسامع على صدري. طب اقول لاولادنا شعب مصر عايز تنزل الوزارات؟ انزل 13. انت عايز تنزل 13 انما 11 فانا اقول 12 واخد بالك، وعمال يطلع اشاعات مش عارف مين قدم استقالته ومين خلع ومين نط من المركب دي مش بتاعت عبد الفتاح السيسي، المركب دي ملكنا كلنا. اقول تاني اهو، المركب دي ملكنا كلنا وفوق يا شباب ويا شابات. ايوه في معاناه والكل بيعاني، ولازم سياده الرئيس بعد مؤتمر المناخ يعمل وقفه تاني ويسمع اصوات الناس الوطنيين اللي بيحبوا البلد تاني، يسمعهم ارائهم. ايوه مفيش حاجه اسمها حزب مستقبل الوطن راكب البلد كلها. تعالى بعد اذنك مجلس الشعب والشورى ولا الشيوخ جه ازاي؟ انتخابات حره، مش حاجه اسمها تزوير انتخابات. الناس البسطاء اللي بتعقد كده. المفروض حضرتك عامل مشروعات جامده جدا بس الاعلام هو اللي موجود. طب سياده المستشار معلش، بعض الناس يعني عارف بياخدوا كلام ويودوه في اتجاه عشان كارهين لحضرتك بقى او كارهين للبلد او وات ايفر. لما يجي يقول لك مثلا المستشار مرتضى بيقول للموظفين انزلوا الشارع اللي ما اعرفش، يعني عايز حضرتك ترد على الكلام دوت. يا ريت موظفين، هو الموظف مستنيني انا خالد اقول له لا بس الناس تفهم برضه عشان ناس عايز اقول لك ما انا لو عايز انزل الشارع خلاص مش هقبضه، مش هتصرف. صحيح كده صح. انا لو ما قبضتوش غصب عني وعنك هيبقى. يعني انا عمال اقول للناس ما تنزلش 11 واقول للموظفين اللي عايز تنزلوا انتوا، انا مش فاهم. احنا دلوقتي بخاطر شعب مصر كله وبقول له دي ثوره الفكوش 11 وخلي بالك انك انت لو نزلت دي دعوات اسمها لقلب نظام الحكم وعقوبتها السجن 15 سنه. واقول للموظفين اللي عندي يلا انزلوا، اي كلام، اي قله ادب، اي وساخه، اي خساره والكلام ده. وانا بيشرف يا عم بقول لك دلوقتي محمد ناصر الكلب اللي هربان عمل ساعه ونص في نفسه وماشي عني، فهتقول لي مش عارف ايه كده. عارف يا سياده المستشار، يعني في صوره مصغره شويه، الزمالك انت بتترأس نادي الزمالك، ففي ناس يقول لك احنا زملكاويه،
بس نفسهم النادي يتدمر ويقع ويخسر كل البطولات. نفس القصه بصوره اكبر مصر بقى. انت عندك مصر بقى، فمصر انا مصري، انا وطني، انا بحب بلدي، بس يا رب مصر تتهد، يا رب مصر تقع، يا رب النظام يقع، يا رب ما اعرفش الدنيا تتخرب، يا رب السجون. يعني هو في حد بيحب مصر يعمل كده؟ عمرها ما حصلت يعني. يعني ده واحد كاره لمصر. هم عاملين دعوات من بره كلهم. خلاص، اشيك بدل واشيك ساعات، كل شيء ياكلوا تمام. يقول له ايه؟ يا ابني ما فيش مشكله، انزل انزل يلا قاوم، ولو مت انت شهيد. طب ما تبقى شهيد. سياده المستشار بياخدوا والله وعلى علم بهذا الموضوع، بياخدوا مئات الالاف من الدولارات شهريا والله. يعني الماده هي اهم حاجه. بيقبض مقابل خيانه بلده، بيقبض مقابل شتم بلده، توقيع بلده، ده بيقبضوا مقابل ده. ممكن تقول لي بعد اذنك القناعه اللي عملها الولد معتز او الواد الكلب معتز والكلب الثاني محمد ناصر واشكال الوسخ دي، تمام؟ قول لي الاستديو بكام دولار تسجيله؟ قول لي الهواء بكام؟ تمام؟ العين شغاله والصوت والمكتاج والمونتاج والكلام بكام؟ تمام؟ انا ممكن اتقبل دون لو في اعلانات. صحيح، برافو عليك، صح. ولا اعلان. يعني انا سياده المستشار، انا مثلا لو هارب من مصر وكاره النظام ورحت اي بلد، انا هاكل منين وهشرب منين وهسكن فين وهجيب البدل منين وهشتغل ايه ومين اللي بيصرف عليا ومين اللي بيمول دوت ومين اللي بيديني مرتبي كل شهر؟ طب حتى لو طلعت بره تركيا ورحت بلد تانية، مين اللي ورايا؟ مين اللي بيدفع لي؟ مين اللي مسكنني في البلد الجديده؟ طب اقول لك يا اخي، هو ليه ما راحوش المانيا؟ ليه بقى؟ عشان هو تمويل مخابرات. مركز الاخوان المسلمين موجود في انجلترا. مركز هناك. ابراهيم منير معلومات في انجلترا. محمود حسين قاعد في تركيا. خد بالك، وكل واحد قاعد في حته. والله يا سياده المستشار 11/11 هيكون من احلى ايام مصر، والمؤتمر ده هيكون من اجمل المؤتمرات. اسمعني بس ان شاء الله. الشعب المحترم ده بيعاني بيعاني طبعا، في مشاكل طبعا، بس بيحب بلده كده تمام. انما الشعب مش هينزل عشان خايف على البلد، خايف على بلده وجرب. ما انا جربت قبل كده لما نزلت. صحيح. اللي عنده 5 عيال شغالين ده عنده 2. وبعدين بقى ما عندوش حد شغال، رجاله حصل. صحيح. والمصانع قفلت والقلق حصل ياما، فالناس مجربه. مش الرجاله كانت بتتخطف في عز الظهر، مش الستات، فالناس مجربه. ايوه في حاجات صعبه في البلد، والسيد الرئيس لازم بعد مؤتمر المناخ يقعد يسمع الوطنيين بجد، مش يسمع محمد انور السادات اللي تم اسقاط عضويته في مجلس الشعب علشان بيتمول من بره ويطلع تقرير ضد بلده، وبعدين اجيبه يتكلم باسم مصر بعد كده وعايز العتاب. امتى؟ مؤتمر يخلص بالسلامه ان شاء الله. 11/11 هيعدي، ان ده شعب واعي وفاهم، واللي بيعملوا الدعوات دي مش من مصر، جايين من ما هو الدعوات دي. بص، لو طلع مرتضى منصور قالوا يلا يا جماعه بقى انا مرتضى منصور اللي ضد الفساد، تعالوا بقى نتقابل يوم كذا في المكان الفلاني، عايزين بتكلم من مصر، تمام؟ انما الدعوات كلها جايه من العيال اللي بره. لا، ما هو اللذيذ قوي يا سياده المستشار ايه؟ انا بقعد افكر في ما اللذيذ ايه؟ يقول لك ايه؟ ما انا لو جيت مصر هيتقبض عليا. طب ما انت لو منزلت الناس هيتقبض عليها، يعني انت مش عايز تيجي عشان ما يتقبضش عليك، بس اقول للناس انزلوا عشان يتقبض عليهم، وانا اقعد اخد دولارات ومش عايز يتقبض عليا. حاجه تضحك اقسم بالله. يعني واحد خايف على نفسه ومش عايز ينزل مصر بس يقوم الناس. بيلعب بدماغ الشباب، وعشان كده بقول للالتر والوايت نايت. بص يا خالد، هما بيلعبوا في دماغ الوايت نايت والالتر. خلي بالكم انتوا ليكوا تجارب قبل كده ومحدش نفعكم. منكم اللي مات، منكم اللي اتسجن، دي بلدكم، انتم اصحاب البلد، انتم مستقبل البلد، كلنا رايحين. بقول انا اهو، كل ولادنا الالتراس والوايت نايت كله رايح. انتوا في السن دوت، انتوا اللي جايين. بس على فكره الشباب بقى اكتر وعي يا سياده المستشار غير زمان، عشان الواد اللي هناك كل شغل عليهم هم على دماغهم. لا هم اكتر وعيا والله. انا بقول اهو. بدليل كمان ان حضرتك ما قلت لهم بلاش تشجع بظهرك، بلاش تقلع الفانيلا، سمعوا كلام حضرتك.
هو الواد اسمه علاء صادق عم شغال على هنا وهنا. تمام. تاني بقول اهو يا ابني انت وهو دي بلدكم، انتوا اصحاب البلد مش احنا. صحيح، الشباب بالذات. احنا ادينا دورنا. انا في العمل العام ده من ايام ما كنت وكيل نيابه من 74. انت الايام اللي جايه دي تحتك انت، بكك انت. بتحب بلدك بدل ما تنزل ضدها وضد الحكام بتوعها. زي ما قلت لك اشتغل، اتخرج واشتغل، وانت دكتور خليك دكتور نفسي، وانت قاضي نفسي، وانت في موقعك اعمل اللي نفسك تعمله. لو كلنا صلحنا وتلاقينا ربنا في شغلنا وبلدنا تبقى اعظم بلد. ان شاء الله ان شاء الله. احنا هننزل عشان نحرق بلدنا يوم 11/11 وبعد كده نقعد نلطم زي ما عملنا. هي مصر راحت فين؟ انت اللي في ايدك مصر توديها فوق، وانت اللي في ايدك مصر. ان شاء الله ان شاء الله. خلصت اللي عندي سهرة ان شاء الله. حبيبي يا سياده المستشار، ربنا يديك الصحه وربنا يحفظك ويشفيك، وشكرا على جبر الخواطر اللي انت عملته للعمال الموظفين، ورغم تعبك ومرضك ولكن ورغم معاناتك في بعض الاحيان، لكن حبك لبلدك واضح، وان شاء الله خير فيما هو قادم في كل حاجه ان شاء الله باذن الله. ربنا معاك. شكرا. ان انا يوم الاثنين هنكمل، او اعتقد قلت يوم الاحد ننتقل احنا الحد. لكن انا قعدت اكمل طبعا المهزله والمسخره والقرف والفساد ممدوح عباس واللي بيعمله محمود الخطيب. بس انا قعدت افكر، عمال اقول لكل الناس عندنا ضيوف جايين يوم 11 يوم 6 على فكره مش يوم 11، المؤتمر يبدا يوم 6 اللي هو مؤتمر مناخ اللي هو مصر مستضيفاه مش الرئيس السيسي. الناس جايه لمصر، هم بقى عايزين يبوظوا فرح امهم مصر، العالم كله جاي. فقعدت افكر كده، طيب واليوم دول جايين ممكن يتفرجوا يكونوا مثلا بيتفرجوا على مرتضى منصور وكلهم عارفيني يعني، وانا عمال اتكلم على فساد ممدوح عباس ومحمود الخطيب والقرف اللي احنا شايفينه ده. فطبعا ضميري قبل عقلي قال لي لا يصح طبعا، احنا كلنا عايزين هدوء. على فكره محدش كلمني خالص، عايز حد يقول لي ده حد كلمني وقال لي مرتضى اهدى، اقسم بالله العظيم عليا الطلاق من بيتي لا حد كلمني ولا حد يقدر يكلمني اصلا، ولما حد بيكلمني بعمل العكس عشان الناس تبقى عارفه يعني. انا قعدت فعلا افكر، طب انا عمال اقول للناس ما حدش ينزل يوم 11 وعايزين بقى تبقى هاديه عشان المؤتمر يبقى ناجح والناس كلها تبقى في المؤتمر شايفه مصر الجميله، مش شايفه مصر الفاسده بتاعت ممدوح عباس. طبعا مصر عمرها ما تبقى فاسده، لكن عندنا واحد فاسد وولاده الاثنين فاسدين، واللي بيعمله الخطيب استقواء بالبره على اعلى مستوى. فانا قررت ان انا اجل الحلقه بتاعت المفروض ان كنا هنطلع يوم الاحد باذن الله عشان اوفر جو هادي جدا لبلدي والضيوف الجايين. طبعا في كمان ضيوف عرب كتير، مش عايز اقول لك ضيوف عرب، اقسم بالله العظيم بايدن عارف مرتضى منصور تمام، واللي مش عاجبه يشرب من الخراره. فانا اجلت وهعلن قبل الطلوع باذن الله ب 48 ساعه، احتمال اطلع يوم الخميس باذن الله بالليل في ختام المؤتمر تمام، عشان الناس تسهر معايا لغايه الفجر كده ان شاء الله، ونقعد نحكي بقى ازاي نجح المؤتمر ونكمل ممدوح عباس وفساد ممدوح عباس اللي لسه المشوار. اما الحجز على نادي الزمالك انا مستني لقاء مع السيد رئيس الوزراء المحترم، وانا قلت قبل كده رئيس الوزراء ووزير العدل. وزير العدل بقول لك تاني من فضلك حضرتك مع معالي النائب العام المحترم، مع رئيس الوزراء، مع وزير الشباب والرياضه، مع وزير الداخليه، مع حد من المخابرات العامه المصريه، حد من امن الدوله، نقعد ونشوف. دي مؤسسه كبيره تاني، زي ما واحد عبيط النهارده اسمه محمد زكريا سراج الدين، هو ده اهبل يعني كده، بيقول لك ان انا هددت الدوله بنزول الناس في الشارع. ما انا لو ما نازل الناس في الشارع وانا هدد الدوله ليه؟ ما كنتش تصرفت عشان اقبض المرتبات تمام. لكن بقول هتيجي لحظه من اللحظات، وده في كل المواقع، هتفقد السيطره على العامل او الموظف ما ياخدش مرتبه، هينزل تمام. وهي بيقول لك ايه؟ هو اللي عامل مشاكل وعايزين نحلها له. مشاكل اهبل يا عبيط يا تافه. انت بقيت سراج الدين؟ انت مجنون باين عليك، وقبل كده شتمت دكتور الشيخ برضه في بق. انت مجنون يالا. محمد زكريا سراج الدين، مين الواد ده؟ انت مجنون؟
المشاكل اللي انا عملتها، احنا قاعدين بما يرضي الله، واحد بيقول لك عليها فلوس من 2007 يعني من كام سنه؟ 15 سنه. يهبل يا تافه. انا برضه اللي عملت المشاكل ولا انت اهلاويتك مجنناك والغير اللي واكلك؟ على ما رفعت عليك قضيه النهارده عشان اربيك واربي امثالك. خلاص اي حد بيغلط هتاخد على نفوخك. يقول لك هو عامل مشاكل وعايز نحلها له. المشاكل اللي انا عملتها ايه المشاكل؟ فان شاء الله باذن الله هنحدد الميعاد اللي جاي، غالبا ممكن يكون الخميس الجاي ان شاء الله باذن الله. وباكد ما حدش قال لي اجل، اللي قال لي ضميري ودماغي وحب البلد. اللي انا كل شويه اقول ايه؟ المؤتمر وعايزينه ينجح ومصر هي اللي مستضيفه، مش عارف فتح السيسي مع احترامي طبعا سياده الرئيس يعني، ولا اللي عايزه تبوظ الفرح بتاع بلدنا اللي بتاع مصر. مش هقول انا هروح طالع والعالم كله موجود هنا واديهم نموذج مقرف لمواطن المفروض هو مصري يسالوا جنسيته ايه. السلام عليكم. ربنا ينصرك يا ريس. والامن مشي، البلطجيه يخش. يعني ايه محجوز على المالي؟ يعني في دمار ملايين الجماهير عشان الصفقات واللعيبه والمدربين. الجماهير الملايين اللي هم اصحاب النادي على فكره، اللي هم حاسين باللي احنا فيه. اولا يا غبي الحد على البنك المركزي. يعني ايه بنك مركزي؟ يعني جميع حسابات النادي يا غبي. طبعا ما ينفعش. انت عندك واحد واخد 228 مليون ونص من تركي الشيخ مش عايز يرجعهم. انت عندك واحد ساعات و14 مليون جنيه. انت عندك واحد عمال يتفسح من فرنسا للسعوديه لقطر والامارات وعامل نفسه على الحديد خالص. وامشي بقى بينهم الكلام ده. والحكايات قدام مصر كلها. بص يا جدع، انت او اللي بيرضى بالكلام ده، اول ما بيحصل حدث في اي بنك بتعمل حاجه اسمها اقرار بان هو في الذمه الماليه. يعني ايه اقرار ذمه ماليه؟ يعني تقول انا عندي حسابات في بنك كذا كذا كذا، كل بنك ليك فيه جنيه تحطه سواء محجوز عليه او مش محجوز عليه. خلاص؟ اثنين، في حاجه اسمها كشف سريه الحسابات. بتقدم طلب والعتال وهاني شكري العصابات القذره دي، ها؟ لو في بنوك ثانيه فلوس، طب انا بعذب الناس دي ليه؟ هم مالهم؟ يدوروا يجيب فلوسهم فورا. انما انت بتحارب حرب القذره. خلي بالكم، هو الهدف واحد، ان انا اقع. ولو مشيت او وقعت اقسم بالله النادي ده هيبقى درجه رابعه. هم اللي عايزينه كده عشان تلان قوه واحده وكله كومبارس. طول ما انا موجود في النادي ده عمر الزمالك ما يبقى كومبارس. لا، نادي الزمالك اقوى نادي في العالم العربي مش في مصر. واتمنى زي العمال ما هم مأمومين، اسمعوا مرتب، مأمومين بيناديهم حمامات سباحه، دول اللي بينظفوها مش دول اللي بيقبضوا. اللي انت بتاخده مقابل العمل اللي انت بتشتغله. نظف الحمامات وحمامات السباحه وصد الكراتين. ان الشر كان قصر واللاعبين نفسهم زملكاويه. واللاعبين نفسهم زملكاويه وبيحاربوا. طب انتوا نزلتوا الانتخابات، شدوا مجموعه سنان على عتال على نادي الادب اسمه كان ياكل راح يشتمني يقول انا قتلتهم وانا ده، وقبل ما يتوفى على الله معاش مضاعف. اي قله كله بالفلوس. طب يا ريت الفلوس اللي انتم بتدفعوها عشان تهدوا ناديكم تعالوا ادفعوا العمال والموظفين. تعالوا. ده اللي لما انت عمال تدفع عشان تهد ناديك، تعالى تحمل العمال والموظفين الغلابه البسطاء. انا بشكركم ان انتم حملتم زي ما وعدتكم ان شاء الله هتصرف يوم الاحد كله هيقبض الحمد لله. والباقي ده حقكم. وما لازم تخدم مين؟ هتخدمكم انتم. والنبي ده بيحمي مين؟ بيحميكم. مرتضى
وحلف طلاق 3 ان هو محدش منعه، لا ده هو اللي شايف ان مصلحة البلد والناس مركزة مع المؤتمر بتاع المناخ، فما ينفعش ان هو يغلوش على المؤتمر. طب ما انت طلعت امبارح وطلعت اول امبارح وطلعت اول امبارح وبتعمل خميس وجمعة وسبت، او بتطلع خميس وجمعة، ده غير المداخلات اللي بتعملها، ده غير الفيديوهات المسجلة اللي بتعملها على قناتك وبتتذاع على قناة نادي الزمالك. فجأة كده صحية الوطنية وصحي ضميرك ان انت مش عايز تغلوش على البلد، مش عايز تغلوش على الدولة، وتطلع تهين شوبير. واحنا عرفنا منك يا شوبير. وحسين الشحات اللي جزمت مش عارف شيكابالا ايه ده؟ ايه ده؟ هو انت ناسي ان شيكابالا عمل لحسين الشحات او لمعلول احنا غلبناكم 3؟ هو مين اللي بدأ؟ هو احنا مش غالبينكم كورة وتروح لي بقى اتمنعت من السفر عشان كده نادي الزمالك اتغلب، ويعقوب السعدي حط الزمالك في نفس الفندق، هو الفندق النحس اللي بينحس الزمالك، والملعب هو اللي بينحس الزمالك. هو انت ما كنتش عارف من 2 3 4 فاتوا ان هيحصل نفس الامر وهتلعب في نفس المكان وفي نفس الملعب؟ هما مش زايعين وقايلين الكلام ده؟ مش في ميعاد للمباراه مسبق وفي ملعب للمباراه مسبق وعارفين القنوات اللي هتبث القناه مسبق؟ ولكن اي حاجه عشان ما يقولش ان النادي الاهلي فاز. يقول لك هو انا طلعت في يوم من الايام شتمت جماهير النادي الاهلي؟ قلت عليهم كلمه؟ ده انا ما جبت سيرتهم نهائي. ازاي يا استاذ مرتضى؟ هو انت ناسي لما كابتن شوبير عملت معاه مداخله وقلت جمهور النادي الاهلي كذا ورحت شاتم؟ راح شوبير قال لك في ايه؟ قال لك بتضحك يا شوبير، جمهور النادي الاهلي الكذا، وراح شاتم. راح شوبير قطع الخط وقال انا بعتذر لجماهير النادي الاهلي. دي واحد ودي واحده. 2، انت ناسي لما قلت هجيب محمود طاهر، هجيب امه وهديه الجزمه؟ محمود طاهر اللي ما كانش لا خد ساعات من خطيب من تركي ولا خد فلوس من تركي ولا اي حاجه. بس انت اي حد بيقعد في منصب رئاسه النادي الاهلي لازم تشوهه ولازم تسفه ولازم تشتم ولازم تقلل. عملت الموضوع ده مع حسن حمدي، عملته مع احتفاظنا بالالقاب، مع محمود طاهر، مع الكابتن خطيب، واللي جاي برضه هتعمل معاه كده، لان دي عادتك، تشويه الرموز لمكاسب شخصيه ليك. تقول تركي اداله مش عارف ايه، تركي طب انت مالك؟ تركي اللي اداله مش بمزاجه خلاص، تركي يتصفى هو تركي عملك المحامي بتاعه؟ تركي يروح يقول له اديني ما تدينيش انا مسامح، يديهم للصندوق تحيا مصر، صندوق بتاع تحيا مصر يطلع يقول لك ما تصدقش. انت مالك؟ شأنك ايه؟ انا اديت شخص فلوس وجيت قلت انا اديت الشخص ده فلوس، يجي واحد ملوش لا دعوه بالموضوع خالص يقول له رجع الفلوس اللي اداها لك فلان، مالكش دعوه، حاجه مش بتاعتك، حاجه ما تخصكش، وتيجي لعيبه النادي الاهلي وتقول دوله فساد، دوله الفساد بتاعت ممدوح عباس وكابتن خطيب، احنا عايزين مصر الجديده مش مصر بيستقوى بالخارج ايه ده؟ عايز تبين الدوله؟ هو انت فاكر الدوله يعني دي ساذجه للدرجه دي؟ هو ما تعرفش ان رؤساء الانديه دول بيبقوا محطوطين تحت المجهر وكل خطوه معاهم بحساب، وتقول عمال يتفسح من هنا لهنا لهنا عامل نفسه عبد الحليم؟ هو انت عشان ممنوع من السفر تقول كده وتقول انا طبعا قاعد يشتم بقى في الناس اللي في الخارج وبيتكلم في السياسه؟ الكلام ده انا ماليش دعوه بيه، هم لهم لسان يدافعوا عن نفسهم. ولكن مرتضى منصور زي ما احنا عارفين بياخد يعني ايه سطحيه الكلام وبعد كده يروح داخل في العمق وبعد كده يطلع تاني وما تعرفش تمسكه. يقول لك انا شتمت جماهير النادي الاهلي قبل كده، طب هاتولي مره شتمت جمهور النادي الاهلي او شتمت في النادي الاهلي. يا راجل ده انت لسه من 2 شهر قلت على شوبير، على ابن شوبير خرم وبياخد 5 مليون، وقلت النادي الاهلي بيكسب بالحكام وفي احتواء، وقلت ان بطولات النادي الاهلي واخدينها بالاحتواء، وقلت النادي الاهلي عامل لنا سحر. ناقص ايه تقوله تاني علشان ما تغلطش في النادي الاهلي؟ ما كل ده غلطات في النادي الاهلي، ولا حضرتك ما بتغلطش في النادي الاهلي من وجهة نظرك ان ده كلام عادي وكلام عابر؟ ولكن واضح كده ان مرتضى عنده نوع من انواع فقدان الذاكره، بيقول الحاجه وينساها، او بيقول الحاجه ومتعمد ان هو يقول ان انا ما قلتش. الله اعلم، هو يعني دماغه يعني بتبقى عارفه الكلام رايح فين وجاي منين. ولكن الامر الغريب ان هو يقول رئاسه الجمهوريه انت تلغي الانتخابات، انت تعمل مش عارف ايه، وانا اتزورت قبل كده، ده انا بشالوش مش عارف ايه، وانت ده مره انا جبت فيديو للناس في بشالوش لما راح الناس قعدت تهاجمه وتشتمه وبتاع وتقول له كذا 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 كذا.
كلام ما ينفعش اقوله. اهله وعشيرته وناسه وحبايبه. فالامر مش امر انتخابات. انت سمعتها مش بتقول على القضاء نزيه وجميل وحليل وشريف وبتاع. مين زور الانتخابات؟ هو مش القضاء ده بيشرف على الانتخابات؟ اتزورت ازاي الانتخابات؟ قول لنا كده تفاصيل التزوير. ولا عشان انت ما كسبتش يبقى تزوير؟ عشان النادي الاهلي كسبك مثلا في مباراه تقول ده النادي الاهلي فاز بكذا او بكذا او بكذا، او بفندق او بلعيبه او باستاد غير اللي احنا متعودين عليه. ما تفهمنا انت عايز ايه؟ انت اخرتك ايه؟ في ايه؟ الرياضه حولتها انا معارك ليه؟ يا عم تتكلم كوره، يا عم اتكلم عن فريقك. مالك ومال الكابتن الخطيب؟ الكابتن الخطيب لا هيرد عليك ولا هيصالحك ولا هيكلمك ولا هيقول لك انت فين. خلاص الكابتن الخطيب عارف لو قلت ايه برضه الكابتن الخطيب مش هيرد عليك، مش هيرد عليك. فريح نفسك، خليك في فريقك، ركز في فريقك، ركز في ممدوح عباس. ما تحطش الكابتن الخطيب في جمله غير مفيده. تقول للرئيس انت بتحل مستقبل وطن وتحل مش عارف ايه وتعمل ايه. بقى انت بتقول لرئيس الجمهوريه يعمل ايه وما يعملش ايه؟ ده حاجه في منتهى الغرابه. وطالع بتقول يعني يقول كلمه حلوه و10 وحشين، يقول كلمه حلوه يمسك العصايه من النص. يقول لك الفريق انا ممكن يعني العمال اللي عندي ممكن يطلعوا الشارع، بس انا اللي دفعت لهم الفلوس من جيبي. من جيبك؟ دفعت ملايين من جيبك؟ ولا وزير الرياضه هو اللي قال لك خد عشان البلد وعلشان وما تهيكش الدنيا؟ ولا رئيس الوزراء عشان خاطرنا مش عارف ايه وبتاع؟ وطالع بيشتم الناس ويقول يعني يشتم مصر كلها ويقول ايه؟ اتحملوا ما حدش يطلع 11 اتحملوا ما حدش يطلع 11 الناس مش عارف ايه. الناس عارفه الصح وعارفه الغلط وعارفه ايه اللي بيضر وايه اللي ما بيضرش وايه الحاجه المفيده وايه الحاجه الغير مفيده. الناس مش مستنيه اي شخص يقول لها الصح من الغلط، الناس عارفه الصح من الغلط. بس الطامه الكبرى ان انت تشتم مصر كلها وتشتم الناس كلها وفي الاخر تقول انا مع البلد وضد مش عارف ايه وبحب الاهلي انا معركتي مع محمود الخطيب. هو محمود الخطيب عمل لك ايه؟ مش انت اللي تلفظت عليه. محمود الخطيب قال لك ايه؟ قول لي، هات لي جمله ذكرك فيها محمود الخطيب او ذكر اسمك او ذكر ابنائك او ذكر زوجتك. مش هتلاقي. مالك ومال محمود الخطيب؟ ومالك ومال الرئيس اللي هيجي بعد محمود الخطيب؟ ومالك ومال حسن حمدي قبل كده؟ حتى محمود طاهر كنت بتخبط فيه. الموضوع مش موضوع ساعات وتركي وغيره، ما انت واخد هدايا وساعات من تركي وغيره 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 وغيره. ما حدش قال لك رجع ولا اعمل، والريان ومش الريان وفلوس الريان والمدعين، ما حدش قال لك رجع. يعني انت في كل مره بتحكي تاريخك من اول ما بدأ اصغر مؤلف قانون واصغر، لكن الحقبه الزمنيه بتاعت شغلك في الريان ما بيجيبش سيرتها خالص. ليه؟ ما بيجيبش سيرتها. ما اعرفش ليه ما بيجيبش سيرتها. هل فيها حاجات انت زعلان منها؟ الحقبه الزمنيه دي مضايقاك مش عايز تذكرها؟ اشمعنى الحقبه دي ساقطه من كل حساباتك؟ انت اتضرب عليك رصاص مش عارف لما كنت بتلعب فين او في الصعيد، ولما كنت مش عارف في اسيوط، ولما كنت في سوهاج، ولما كنت مش عارف فين اتضرب عليك نار والبداري ومش عارف ايه. لكن الحقبه الزمنيه بتاعت الريان ما بتجيبش سيرتها خالص. الله اعلم ليه. بس احنا بنقول لك يا استاذ مرتضى منصور، لو ركزت في فرقتك والله العظيم الناس هتحبك والناس هتسقف لك وجماهيرك هتحب. ده انت حتى جماهيرك بتشتمها، وحتى العمال عندك بتسلطهم يقولوا ايه وما يقولوش ايه، والسكريبت هو اتفرج كده على قناه الزمالك تلاقي اللي بيقوله العامل هو اللي بيقوله المذيع هو اللي بيقوله مرتضى هو اللي بيقوله احد هزاز الرؤوس. نفس السكريبت واحد ما بيتغيرش. ممكن الطريقه تتغير ولكن مضمون الكلام هو. يعني اللي لنا عقل وبنشوف بيه وبنسمع بيه وبنصدق بيه وبنفهم وبنوزن الامور بيه. ده كان لقاء مرتضى منصور على قناه نادي الزمالك، وكمان الفيديو اللي صوره مع العمال والفيديو اللي بيحلف بيه طلاق 3 ان بايدن يعرفه منين الله اعلم. يعني اكيد مرتضى راح امريكا قبل كده واستضافه. فاكرين فيلم معلش احنا بنتبهدل بتاع مين؟ بتاع احمد ادم. بتاع احمد ادم لما قال له شيل يا ابني الصوره دي وحط صوره صدام، وقال له ده صدام لما الواد وحيد بيعوز حاجه لما بيجيب له زي عدي وقصاي بالظبط عشان العيال ما تشيلش من بعض. قال له يا عم ازاي ده انا اللي مصور لك الصوره، ده انا اللي مركبها لك عند مش عارف مين. قال له اسكت انت هتسيح ما تتكلمش، وقعد بقى يكمل. فخلاص مرتضى يعرف بايدن خلاص، ويعرف كلينتون ويعرف بوش
ويعرف اللي محدش يعرفه، ويعرف هتلر كمان، لان هم نفس الشخصيات هي. ده عنده الأنا عالية وده عنده الأنا عالية قوي قوي قوي. بيقول لجماهير نادي الزمالك أو الموظفين الهدف إن أنا أمشي، ولو أنا مشيت البلد هتتهد. نفس الكلام اللي كان بيقوله مبارك، لو أنا مشيت الخراب هيعم وهيحصل 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 وهيحصل. ده بيقول لو أنا مشيت الزمالك هينزل درجة رابعة. طب وهو لما ربنا ياخد أجله، طب ما هو ما كمال درويش ما كان ماسك وكان الزمالك بياخد بطولات. في مجلس لبيب كان الزمالك خد بطولتين، خد بطوله بالاحتواء، ولما انت جيت خدت كمان بطولتين بالاحتواء. ويقول لك كل ده عشان سوبر ايه؟ مال السوبر؟ النادي الاهلي يخسر يكسب، محدش بيتكلم، محدش بيحط لك شماعات ويطلع يقول طب انا اتكلمت مش عارف على ان الملعب بيتغير. لا ما اتكلمت. طب اتكلمت على الفندق؟ طب لا اتكلمت اول امبارح، قلت عملوا لنا كذا وكذا وكذا وكذا، وقعدت تعلق شماعات على السوبر، مع ان السوبر ما فيهوش حاجه، ما حصلش فيه حاجه، ولكن دي حاجتك ولا هتشتريها. انا اسف جدا جدا للاطاله، انا اسف مره واثنين وثلاثه وعشرة للاطاله، علشان الفيديو كان مش طويل قوي، ولكن انا اللي طولت في الردود. فبشكر اخواتي الاهلاويه اللي كملوا معايا لاخر الفيديو. ما تنساش حبيبي واخويا الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو ينزل على قناتنا، قناه كل الاهلاويه، قناه الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشرة. كان معاكم اخوكم هاني الشرقاوي، والسلام عليكم.